انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا الغرامه الماليه ديال 135 اورو لاي شخص هز شي شعار باش يعبر على الفرحه ديالو. هنا كنهضر على المغاربه منين خرجوا كيفرحوا وكيعبروا على الفرحه ديالهم بالفوز ديال المنتخب المغربي. ما كاين حتى شي قانون اللي غادي يمنعك من التعبير على الفرحه ديالك، سواء بالشعارات سواء بكلمات اللي بطبيعه الحال كتبقى في اطار الاحترام. فهذا القانون مخليك تعبر على الفرحه ديالك، وهذا الشيء راه كنطبق من 1804. المشكل فين كاين بزاف ديال الاخوان اللي ما فهموش السبب ديال هذه الغرامه الماليه، وماشي الغلط ديال هاد الاشخاص، الغلط حتى ديال الامن الفرنسي لانه ما شرحش للمواطن علاش دار له واحد الغرامه بسبب المخالفه ديال يعني التطبيق ديال واحد الحاجه اللي كانت دارت، وهو ان لو بريفي ديال باغي كان منع تجمعات من 9 حتى ل 11 جونفي 2026 في بعض المناطق ومنها لي شونزيليزي. بطبيعه الحال فين كانت التجمعات ديال خوتنا المغاربه اللي عبروا على الفرحه ديالهم. لكن اللي خصنا نعرفوا الفرق هو ان راه ماشي بسبب الشعارات، لكن بسبب المكان اللي كان فيه التجمع. فدائما ديروا لابليكاسيون ديال المدينه اللي كتواجدوا فيها وتشوفوا الاماكن اللي مسموح لكم بها التجمعات والتعبير على الفرحه، لان الفرحه مازال جايه ان شاء الله. غير دابا خصكم تعرفوا الاماكن اللي خصكم تجمعوا فيها. اما الشعارات حتى شي قانون ما كيمنعكم انكم تهزوها، حتى شي قانون ما كيمنعكم انكم تعبروا على الفرحه ديالكم، وخصوصا في احداث بحال هذه. فمازال فرحه اخرى ان شاء الله جايه، غير خصكم تعرفوا الاماكن اللي خصكم تجمعوا فيها باش ما تطيحوش في هذه المواقف. لان فعلا بزاف ديال الناس اللي خلصوا 135 اورو لكن كيسحب لهم بسبب حمل الشعارات، لان حتى الامن الفرنسي بعض منهم ما كانوش عارفين علاش، غير هما اللي شافوا هاز الرايه قالوا له غادي تخلص 135 اورو. ولكن حقيقه الامر هو المكان اللي كان فيه التجمع اللي كان ممنوع، وكانت غرامه ماليه ديال 135 اورو. تحياتي لكم، وديما مغربي